السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله مساءكم من جديد، ويا رب دايما بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال وفي سلامة وهنا وسعادة وحب وفرح وراحة بال دايما يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. الشعب السوداني إخواتنا وحبايبنا وأصحابنا وأهالينا وجيراننا، الشعب السوداني الشقيق، الشعب السوداني العظيم، الشعب السوداني الأصيل المتأصل اللي توب الشهامة والجدعنة والكرم والجود والذوق والتقدير والاحترام والصبر والنضال والكفاح على جسمه بالملي وبالسنتي مظبوط ومحبوك ومتفصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مع شيكا في قناة عاشق السودان وأهل السودان وشعب السودان وناس السودان الطيبين والجدعان، ويا رب دايما أكون ضيف خفيف على قلوبكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم على كل الشعب السوداني العظيم وعلى كل الأمة الإسلامية. اللهم آمين يا رب العالمين. موضوعنا النهاردة موضوع في قمة الجمال وفي قمة الروعة. موضوعنا النهاردة عظمة العظمة. موضوعنا النهاردة حاجة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خمسة وخميسة في عين أي حد يشوف الفيديو ده وما يصليش على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو جميل جدا، صورة فعلا نفتخر بها ومشهد نفتخر به، أو كل الأمة العربية كل الأمة الإسلامية فعلا يفتخروا بالمشهد الجميل ده. شاب سوداني صوته بسم الله ما شاء الله، ربنا مديله وصرف له من وسع، وربنا يزيده كمان وكمان ويحميه هو وكل اللي زيه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو الجميل العظيم ده ونرجع تاني. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، وللخيرات كلها دليلا. اللهم أسكننا به الظلل، اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم شفعه فينا يا حي يا قيوم. اللهم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قامه إيمانا واحتسابا، واعتق فيه رقابنا من النار. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه ويحفظه يا رب هو وكل اللي زيه. اللهم امين يا رب العالمين. الصوت الجميل العذب، الصوت الملائكي، الصوت الحلو، العظمه دي
فعلا صوت ايه وجمال ايه وحلاوة ايه واداء ايه وتميز ايه وتمكن ايه، بسم الله ما شاء الله، حاجة في قمة الجمال والروعة. صوت جميل جدا، شاب جميل جدا جدا جدا، عنده ثبات انفعالي وعنده شخصية وعنده هدوء وعنده حلاوة في صوته ونبرة في صوته، ربنا مديله وربنا يحفظه ويزيده كمان وكمان، اللهم امين يا رب العالمين. وده بيثبت لنا وبيأكد لنا ان السودان ولادة بأعظم القراء وأعظم المشايخ. تعالوا مع بعض نكمل اللوحة الربانية الجميلة والمتعة اللي احنا شايفينها دي ونرجع تاني. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك ويقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وشكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واجبر كسرنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واجعل البركة فينا وفي أعمالنا وفي أعمارنا وفي أزواجنا وفي أبنائنا وفي والدينا وفي حركاتنا وفي سكوننا في مدنا وفي صاعنا في مأكلنا ومشربنا ومضجعنا ومسكننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم أنزل علينا السخاء والرخاء، اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء وارفع عنا الوباء والغلاء، وارفع عنا الوباء والغلاء والإحن والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي النوم رؤيته وفي العمل متابعته وفي الحوض مورده وفي القلب محبته، وأسقنا من يده الشريفة شربة روية لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاجة بسم الله ما شاء الله في قمة الجمال والروعة والعظمة، حاجة جميلة جدا 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 جدا. وطول عمر معروف ان الشعب السوداني فعلا، ومعروف عن القراء السودانيين وعن المشايخ في السودان، معروفين بالاصوات الجميلة، الاصوات العذبة، الاصوات الملائكية، معروفين دايما عندهم في قراءة القرآن، معروفين بالخشوع، صوتهم جميل جدا، معروفين بالاصوات او بالحناجر الذهبية، الحناجر القوية، الحناجر فعلا اللي هي العذبة الملائكية. حاجة جميلة، أصوات تخطفك، أصوات تخطف مشاعرك وإحساسك ووجدانك، تخليك مركز معاهم بنسبة 1,000,000,000. بتسمعهم بقلبك، بتسمعهم بإحساسك، بمشاعرك، بجوارحك، مش بتسمعهم بودنك، لا، قلبك اللي بيسمعهم، وبتبقى مركز معاهم غصب عنك من غير ما تشعر. بتحس ان انت اصلا تلقائي كده مركز معاهم، ما بتسرحش منهم ولا بتتوه منهم، وبتبقى مستمتع يعني بحلاوة الصوت، وبتبقى مستمتع بالأداء ومستمتع بالإمكانيات ومستمتع بكل حاجة جميلة انت بتبقى سامعها بقلبك وإحساسك ومشاعرك وبكل يعني كل وجدانك، حاجة اصلا تهز الوجدان كده. حاجة بسم الله ما شاء الله
في قمة الجمال وفي قمة العظمة. ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وخمسة وخميسة في عين اي حد يشوف الفيديو الجميل والمشهد الجميل العظيم ده وما يصليش على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وفي نهاية الحلقة الجميلة دي انا استمتعت جدا جدا معاكم واتبسطت جدا معاكم، وافضل مبسوط ومستمتع طول ما انا معاكم ان شاء الله. وارجو انتم كمان تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا. وغدا يتجدد لقائنا ان شاء الله باذن الله في موضوع جديد مع شيخة في قناة عاشق السودان واهل السودان وناس السودان وشعب السودان الطيبين والجدعان. وكل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم على كل الشعب السوداني العظيم وعلى كل الأمة الإسلامية، اللهم آمين يا رب العالمين. وفي الختام سلام.